من اكتر الحاجات اللي كان نفسي ان انا ابداها فكره تحدي القراءه. يعني انا مش يعني زي معظمكم مش شخص القراء الجامد المثقف اللي خارب الدنيا، لا. انا عادي، يعني ممكن اكون عدد الكتب اللي قريتهم في حياتي مثلا ما تخطوش 10 كتب مثلا، وده اللي هو رقم جامد هيك بالنسبه لي مثلا. ففكره ان انا اعمل تحدي قراءة 10 كتب في شهر، اللي هو تقريبا كتاب كل 3 أيام، فمش عارف، الموضوع صعب، كان هيبقى شيء غريب عليا من زمان. بس يعني أنا يعني كان دايما على في لستة الحاجات اللي كنت عايز أعملها. وطبعا بما إننا في شهر واحد، يعني الشهر اللي بتكثر فيه تحس كده اللي هو إيه، هرمون مش عارف كان يا رب هرمون ايه كده، فلنسميه هرمون التطلعات، هرمون الحماسة. في شهر 12 مثلا بيكون كده، سبحان الله، يوم 31/12 بالليل الساعة 12، الصبح يوم 1 يناير بيفر في السماء فوق، فمش عارف بدون سبب. فبما ان انا في شهر فبراير مش يناير، انا نسيت، بس عموما بداية السنة، بداية اي سنة بتكون حماسية. فمن ضمن الحاجات اللي انا نويت ان انا اعملها السنة دي هي قراءة 10 كتب في شهر. شكرا. اوكي، this is my reading list. الريدنج ليست يا معلم، اولا اول حاجه انا قررت ان انا هقرا 5 روايات و5 كتب، عشان وطبعا هتبقى بنظام الروايه كتاب روايه كتاب عشان ما ازهقش. فاول حاجه هتكون معانا هي روايه شقابيب. روايه شقابيب لدكتور احمد خالد توفيق، يعني من اكتر الحاجات اللي انا كان نفسي اقراها، بل اني قريت منها اجزاء كتيره. فعموما انا هاخدها هقراها مره واحده، بحيث ان انا افهمها جو واعرف ان انا. تاني كتاب هو تاريخ الفكر الصهيوني، من الحاجات اللي انا حبيت ان انا اقرا عنها الفتره ديت، بحيث ان انا يعني كمان في احداث غزه الحاليه، يعني ربنا يرحم الناس اللي توفت. فحبيت ان انا اقرا يعني عن الموضوع ده، بحيث ان انا يكون عندي خلفيه فكريه، ان شاء الله يكون كتاب كويس يعني. تالت روايه معانا هي روايه نفق نصف ميت. روايه نصف ميت آه، روايه رعب شويه، فانا حبيت ان انا برضو كنت كاتب من ضمن الملاحظات والنوتس اللي انا كاتبها فوق ان انا عايز روايه رعب وكتاب هنجيله دلوقتي كتاب عن العلاقات. فالكتاب اللي بعد كده معانا هو كتاب اساسيات العلاقات، فدي من الكتب اللي انا كنت حابب ان انا اقرا حاجه عن العلاقات من ضمن الكتب اللي انا هقراها. الروايه اللي بعد كده هي روايه الجزار، فمش عارف، دي الروايتين دول ترشيح من احد الاصدقاء، فحبيت ان انا اقراهم يعني. كتاب تالت، الكتاب اللي صدعونا بيه، كتاب العادات الذرية. ما حبيتش اقرا الكتاب اللي هو فن اللامبالاة والاب الغني والاب الفقير والحاجات دي، حسيت اللي هو كليشيه، يعني اللي هو يلا كتاب قارئ مبتدئ، اول حاجه يعمل ايه كتاب الاب الغني والاب الفقير، فن اللامبالاة، شغل الهطل دي، فما بحبوش. رغم ان الاب الغني والاب الفقير بيقولوا ان هو كتاب كويس، فممكن اقراه بعدين. كتاب العادات الأكثر الكتاب العادات للمراهقين الأكثر فاعلية، عادات السبع للمراهقين الأكثر فاعلية، بيقولوا إن هو كويس، بس يعني سمعت إن العادات الذرية أفضل. أو الأتوميك هابتس، لأن هو كتاب أجنبي ومترجم، يعني أغلب الكتب اللي على الليستة دي مترجمة. الروايات هي الروايات عربية، ما أظنش إن ممكن أقرأ رواية مترجمة، يعني مش هتبقى أحسن حاجة. طيب، الرواية اللي بعد كده هي رواية رفقاء الليل لدكتور أحمد خالد توفيق. طيب، في كتاب تاني كان من ترشيح أستاذ أحمد أبو زيد، ما لا يسع المسلم جهله. طيب، طبعا ده كان كتاب مهم جدا، لازم يبقى موجود على الليست. بالنسبة لي الرواية اللي بعدين هي رواية يوتوبيا. فحاليا في شقابيب رفقاء الليل ويوتوبيا لدكتور أحمد خالد توفيق. أنا من محبين، من الناس اللي بتحب تقرا دكتور أحمد خالد توفيق بصراحة. والكتاب اللي بعدين هو كتاب الاغتيال الاقتصادي للدول. حبيت ان يبقى فيه كتاب تاريخي، الكتاب ده تاريخي شويه، وشفته كان من ترشيح قناه اخضر، وقناه اخضر من اكتر القنوات المتميزه في مجال الكتب يعني. بس فدي بدايه الموضوع. هبدا بقى ان انا اصور معاكم ملاحظاتي كل شويه، كل ما اخلص كتاب هديكم بريف عنه لحد ما نخلص ال10 كتب. يعني انا فوق ما هو هيبقى فيديو كويس، فهيبقى انجاز حلو. هبقى عملت له دوكيومنتري كده كويس، او وثقته بشكل جيد يعني. بس مش سلام ولا حاجه، هنكمل الفيديو. سلام، انا يعني
بعد شهر بإذن الله بشوف النتيجة. see you later. كتاب شعبيب او رواية شعبيب، لاني انا بعتبره رواية، ولكن في اغلب المراجع بشوف ان هو يعني مكتوب ان هو كتاب. شفت كتير يعني مش عارف حاجات كتير مكتوب ان هو كتاب، فما علينا هنسميه كتاب. فالمهم يعني شعبيب بيتكلم هنا الدكتور احمد خالد توفيق عن المعاناة اللي بتحصل للعرب الموجودين خارج الوطن العربي. الدكتور احمد خالد توفيق من الجيل المتأثر بفكرة القومية العربية والوطن العربي واحد، وطني الأغلى حبيبي الأكبر والكلام ده. ما علينا، احنا جيل ما دخلناش في الموضوع ده دول. فالمهم الفصول الأولى بتبدأ إن في قصص غير مترابطة بتحكي عن ناس ساكنة برا في النرويج، ناس ساكنة في ليبيريا، ناس ساكنة في أمريكا، وهكذا. بيحصل لهم مواقف سيئة من عنصرية لتعدي وحاجات كتيرة توصل لقتل أحيانا. ف وفي النهاية القصة أو المين كاركتر أو الشخصية الأساسية في القصة شخص اسمه مكرم. مكرم ده بيكون، أنا مش عايز أحرج، أنا تقريبا حركت، بس عموما أنا هديكم خلاص هقفل لأن كل ده ما وصلتش للحاجة المثيرة اللي في الكتاب. مكرم ده بيسعى إلى تكوين وطن بيلم العرب اللي خارج الوطن العربي. تسأل نفسك طب ليه ما يروحوش الوطن العربي؟ هنقول ان في الفترة دي الوطن العربي كان ضايع، يعني هو حاليا ضايع، بس يعني في الفترة دي او في الفترة اللي بيحكي عنها الكتاب يعني كان الموضوع مفشوخ، الموضوع كان منتهي. فالعرب اللي كانوا بره دول كونوا زي لوبي ضغط، زي اللوبي اليهودي كده، كان ضغط على امريكا بشكل او باخر، اقنع امريكا ان هي تقبل ان هي تعمل وطن للعرب اللي موجودين بره الوطن العربي. مش هتصدق، او يعني عموما لو قريت الكتاب هتستغرب اشمعنى المكان اللي هم اختاروه، هو ليه دوافع. تمام. حاولت ان انا ادور على المكان بالمناسبة مش هقوله لاني ممكن احرج، او هقوله. المكان هو غينيا الجديدة او بابوا غينيا الجديدة. المكان مش في افريقيا، يعني غينيا دي معروف ان هي في افريقيا، بس بابوا غينيا الجديدة دي موجودة في جنب استراليا، بعيد جدا، في تقريبا اخر العالم. فعموما المكان ده اللي اختاروه مكان ملوش اي علاقة بالعرب، انت تفتكر كده، بس هو قديما بيقولوا ان العرب او كان في فتوحات اسلامية للمكان ده ايام الدولة الاموية، بس مش عارف، انا جربت ابحث عن الموضوع، اكتشفت ان هو موضوع يعني مفيش حد يتكلم عنه نهائي. فتقريبا يا اما ده من خلال الكاتب، يا اما الموضوع فعلا اللي هو مذكور ان الموضوع مش محدش كتير يعرفه، او محدش يتكلم عنه نهائي. فكرة ان كان في فتوحات اسلامية للمكان البعيد جدا دي، ما كان المذكور في الكتاب ان محدش بيتكلم عن الموضوع، او ان الموضوع منسي. جربت ابحث ما لقيتش، فغالبا ده من وحي الكاتب او نفس اللوب، بس كده. فده كل اللي كان معايا لكتاب او رواية شعبيب. هستكمل قراءة باقي الكتب.